السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. لقي 13 شخصا مصرعهم على الفور صباح يوم الثلاثاء في حادثة انقلاب حافلة للركاب عند المدخل الغربي لمدينة تازة على طور الطريق الوطنية رقم 6، وبالضبط بتراب جماعة ترابية باب مرزوقة. كما أصيب أزيد من 37 شخصا وفق ما أفاد به مصدر طبي في فاجعة هي الأكبر بالإقليم تازة خلال الأعوام الأخيرة بجروح متفاوتة الخطورة، وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة. وأوضحت المصادر أن الحافلة المختصة لنقل المسافرين انزلقت وسط الطريق بسبب الزخات المطرية التي تعرفها المنطقة منذ الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ما تسبب في انقلاب وأدى إلى سقوط الضحايا. وسارعت عناصر الدرك الملكي بالانتقال إلى عين المكان فور علمها بالحادث، وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث الذي تسبب في وقوع قتلى وجرحى، بالإضافة إلى اضطراب حركة السير بالطريق الوطنية بين فاس وتازة.